مش ساعات كده بتقعد مع ناس وتقعد تقول لك انا بكل فخر عمري ما ندمت على حاجه؟ خلي بالك ده مش فخر، ده معناه انك مش بتتعلم من اللي فات وبتعيد نفس الغلط وانت مبتسم. الندم عمره ما كان ضعف، الندم ده هو اول خطوه في الطريق الى النجاح. اللي ما بيندمش ده غالبا بيعيش في فيلم هو البطل فيه وكل اللي حواليه غلطانين، بس الحقيقه بقى مفيش حد ما بيغلطش. الفرق بين شخص وشخص ان في واحد بيستفيد من غلطه والتاني بيكابر. اوعى تفتكر ان الاعتراف بالغلط ده بيقلل منك، بالعكس ده بيرفعه وبيخلي عقلك يشتغل وروحك تتطور. ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب: يعني حتى ربنا بيفتح لك باب الرجوع لما بتغلط، بس بشرط انك تراجع نفسك وتتوب قبل ما الغلط يبقى عادة معاك وتضيع الفرصة. ندمك على غلطة عمره ما هيكون نهاية العالم، ده دليل انك عندك ضمير ولسه فيك خير ولسه قدامك فرصة تمشي صح. اوعى تضحك على نفسك وتقول انا كده وعمري ما هتغير. غيرك كان بيقول كده ولسه بيدفع ثمن الغلط لغاية النهاردة. ودايما خليك واعي، لان اللي مش بيندم هيتصدم بس متأخر شوية.